بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي محمد. النهارده هنعمل ديك هندي. الديك الهندي ده بيبقى قريب للديك الرومي في الحجم وفي الطعم. ما شاء الله عليه. الديك اللي معايا ده 3 كيلو 3 وشويه، جميل بألف هنا وشفا، والطعم بتاعه بيبقى قريب من الرومي، وبألف هنا وشفا لحبايبنا. احنا هنحطه في الفرن، هياخد له 3 ساعات في الفرن، 3 ساعات 3 الا شويه. هنشغل الفرن على نار عاليه الاول على بال ما يسخن، وبعدين نحطه على نار هاديه ونغطيه بورق فويل طبعا. وبألف هنا وشفا ليكم. وطبعا لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هندخل بسم الله على المقادير. بسم الله المقادير بتاعتنا. معايا الديك الهندي زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله وزنه 3 كيلو، اكتر من 3 كمان بصراحه. شوفوا ما شاء الله جميل ازاي، وانا منضفاه وخليها جميل زي الفل اهو. ومعايا بصل وفلفل وطماطم وتوم، والبهارات بتاعتي ملح وفلفل الملح والبابريكا والفلفل اللهم صل على سيدنا محمد، ورق لوري والبهارات السبعه والقرفه. ومعايا خل وزيت، معايا الزيت اهوت ومعايا الخل ما شاء الله. هضرب المكونات في الخلاط عشان نتبل به الديك. خلاص المكونات بتاعتي انا ضربتها في الخلاط اهي ما شاء الله عليه. والديك زي ما انتم شايفين كده. طبعا هبدا احشي الديك بالمكونات بتاعتي وادهن جسمه من بره. الديك الهندي ديت بتبقى طعمها زي الديك الرومي بالظبط. حط ما بين الجلد وبعضه كده التتبيله زي ما انت شايفه اهو، واخلصه برضو تتبيل وهرجع لكم اهو. انا خلصت تبلت الديك بتاعه زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله عليه. طبعا رجله ديت انا ما بقدرش، من ان هو جامد ما بقدرش اكتفه. هسيبه ساعتين بقى في التلاجة، لا والافضل لو بيتيه كمان. سيبه ساعتين ونرجع تاني. خلاص استوى اهو زي ما انتم شايفين كده. بس انا اشتلت الورق الفويل من عليه وعلشان ان هو يحمر. هحطه في الفرن يحمر وهنرجع تاني مع بعض. ما شاء الله الديك بتاعي اهو بصراحه هو بيتكلم عن نفسه يعني ما شاء الله عليه، مستوي من كل الجوانب اهو. وانا حمرته برضو ما شاء الله. هحطه في الطبق ونرجع. ما شاء الله خلاص الديك بتاعه زي ما انتم شايفين، وبألف هنا وشفا ليكم. طبعا لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ومع الف سلامه لحبايبنا كلهم، وبألف هنا وشفا.